مرحبا بكم البنات في فيديو جديد اللي رايحين نديرو فيه تارتة عيد ميلاد للطفلة بعجينة السكر. دونك البنات الفيديو كيما هذو رايحين يكونوا بزاف طوال بيسك فيهم الخدمة بزاف. انا اضطريت اني نقسم لكم الفيديو على زوج. الفيديو الاول رايح يكون المونتاج تاع لا تارت بالغاناج، والفيديو الثاني رايح يكون كيفاش نليسيو الغاناج هذاك وكيفاش نديرو لا باتا سكر اي بيان سور ديكوراسيون. دونك اللي مهتمين كيفاش يديروا لي تارت معليش سون باتا سكر، اني جبت لكم هذه الوصفه رايحه تجيكم هايله بربي ان شاء الله. نبداو على بركة الله في التحضيرات اللي قبل ما نبداو نمونتيو فيهم لاطارت. انا استعملت هنايا مجموعة من الحشوات هذو يا البنات. انا ما استعملتش دي فروي طول، انا استعملتهم كوم دي زانسير تاع باتيسري فين. دونك هنا كيما راكم تشوفوا استعملت الحشو الاول كمية من الفخاز كان عندي انايا كونجلي. انا كي يكون فترة الفراز نكونجلي كونتيتي كبيرة هكذا نحتاجو على الساير العام. استعملت هنايا للمرة الاولى استعملت 100 غرام فراز مع مغرفة تاع سكر و3 غرام جيلاتين. كي كنت نذوب فيهم البنات جاتني كونتيتي قليلة، دونك هنا كيما راكم تشوفوا ضاعفت الكمية. اذا انا استعملت 200 غرام تاع فراز، مي بقيت على مغرفة واحدة تاع سكر ودرت 6 غرام جيلاتين ذوبتها في الماء. بعد ما تشربت الماء تاعها والفراز هذاك غلا ضفتها ليها كيما راكم تشوفوا، نخليوها حتى تذوب ونحطها في هذاك لومول اللي راهو ملهيها باش نتحصل على دويرة صغيرة. حضرت ثاني الفريز وحضرت الشوكولا، حضرتهم بنفس الطريقة. رايحين تلقاو الوصفات تاعهم في الفيديوهات هذو اللي رايحين نخليهم لكم في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. ايضا البنات هنايا حضرت غاناج شوكولا اللي لازم نحضروه الافون. استعملت البنات لا تارت هذه، استعملت كيلو ونص شوكولا بلون. دونك البنات هنا الى حبيتوا تمونتيوها بالغاناج شوكولا اي راح تاكلكم كميه كبيره من الشوكولا، والى حبيتوا ديروها بكريمه الزبده خليوا لي في لي كومونتير عندي كريمه الزبده يعني تجيكم ما شاء الله. استعملت البنات هنايا كيلو ونص. رانا في كيما نقولوا حنايا في يامات شويه باردين، والى كنتي مكش حتخرجيها من الدار، مي الا كنتي راح ديريها كوموند ولا صافي بليزير انك ديري 200 زوج كيلو عفوا زوج كيلو شوكولا بلون باش تجيك قاصحه مليح. ديريها مع نص يطره تاع كريمه لا كريم فريش، وهنا لا كريم فريش تقدري تستعملي اي نوعيه بيسكو كي راح تغليها ما كيش راح تطلعيها. فرغناهم على بعضهم وتحطوهم في الميكرووند البنات هنايا اشاك 30 مينوت تخرجوا، كل 30 ثانيه تخرجوها تحركوها تزيدوا تعاودوا تخرجوها حتى وين تتحصلوا على غاناج كيما راكم تشوفوا فيه ليس ما تقعد لكم حتى حبه. نحطوه نغلفوه ونحطوه في الفريجيدير يقعد لكم ليله كامله. ها هو المول تاع لاير كيك هنايا اللي استعملته، وها هو الغاناج تاعي هنايا واجد. شوفوا كيفاش راهو شاد روحو، مي كي تمسيه الملمس تاعو رايح يكون ناعم وطري. دونك انا وجدت كامل الحوايج اللي نحتاجها مهيها البنات. عندي لو بيسكوي، درت الغاناج شوكولا درته في الفليباش، طلعت كميه من كريمه شانتي واحده خليتها بيضاء والاخرى درت لها لاغام تاع الفريز. لي بيسكوي استعملت نفس البيسكوي المعتمد عندي، نخليكم الوصفه تاعو في رابط في صندوق الوصف. قطعت البنات 7 ليسيرسو راح ندير 7 ايطاج. ودرت ثاني عصير الاناناس، شربتها غير بعصير الاناناس. باش تمونتيو البنات لي طاغ تاعكم او ميم طون تجيكم العمليه سهله بالخف تكملوها. نفضل انكم تعتمدوا هذه الطريقه. تجيبوا هذاك ورق البحوث اللي تجي الورقه هذيك ترانسبارون من الفوقه، تشريوهم من المكتبات، تقطعوا الدويره من تحت على قيس المول تاعكم، وتزيدوا تهزوا زوج واحد اخرين تحطوهم من الداخل وتحكموهم بالسكوتش، تحكموا كل شيء بالسكوتش كيما راكم تشوفوا تجيكم الخدمه سهله.
حطيت كمية من الكاناج بلون وليسيتها غير بالمغرفة. ديروا هنايا البنات كمية شوية خشينة، يسمى طبقة تكون خشينة. تهزوا البسكويت تاعكم تشربوه مليح. انايا نحب في لي طارت هذو نحبو يكون متشرب مليح. هنا تحبوا تشربوه بالعصير تاع الاناناس، تحبوا تشربوه بسيرو تكونوا تخدموه في الدار عادي. ديروا كميه تاع السكر مع زوج كميات تاع الماء، تخليوها تغلي 10 مينوت مع طرونش تاع قارص. تكونوا موجدينو. البنات برك هنايا غالي بسكويت تقطعوهم شويه ناقصين على المول، باش كي تعودوا تمونتيو فيهم تخليو الفيد هذاك اللي راكم تشوفوا فيه ما بينها وبين المول باش تحطوا فيه لو غاناج تاعكم. هنا حطيت انايا البسكوي الاول، درت له كميه صغيره تاع الشانتي، وهزيت لانسير تاع الشوكولا ثاني درت له كميه شويه تاع الشانتي. هنايا هذه الكميه تاع الشانتي اللي درتها غير باش يلصق لي على البسكوي، مش درتها كطبقه. هذاك لو فيد هذاك اللي عندنا نروحو نغلفوه كامل ولا نعمروه بالغاناج او شوكولا. هنايا الغاناج تاعكم تدفي وشويه باش تجيكم العمليه سهله. نبقاو نطلعو نديرو لي بياس هذوك تاع لي بسكوي وحده فوق اختها. هنايا انا بياسه درت لها حشو تاع هذوك لي باتيسري فين اللي كنت موجدتهم، وحشو درتو تاع شانتي وحدها. البنات انايا نسيت باش ندير الطبقه الاولى شانتي وبنان، غلطت درت غير شانتي تاع فريز. كمل بهذه الطبقة كما راكم تشوفوا، درت شانتي ومن بعد درت طبقة تاع البسكوي، وكل ما نديرو طبقة نديرو هذاك التور تاع لو غاناج. والبنات كي تعودوا ديروا في الشانتي تاعكم ولا تعودوا ديروا في اي حشو، اذا ما درتوش الحشوات هذو درتو غير دي فروي نورمال، ما تسيو ما توصلوش الحشو تاعكم للاطراف. كيما راكم تشوفوا زدت درت الحشو تاع الاناناس، زدت له شويه تاع الشانتي باش تلصق لي هذا البسكوي اللي زدت حطيته من الفوق بعد ما شربته. ودركا بعد الحشو تاع الاناناس اني راح نزيد هذا الليطاج تاع كريم شانتي ذوق فراوله. ودرت لها طبقات حبه تاع بنان. كيما راكم تشوفوا هنايا تقدروا ديروا في العوض اللي درت انا طبقه تاع الشوكولا وطبقه تاع الاناناس. نتوما ثاني تهزوا شوكولا تارتيني ديروها من فوق لا كريم شانتي. تقدروا ديروا ثاني غاناج مونتي. تقدروا ديروا لي زانانا تقطعوهم وتحطوهم، لي فريز ثاني تقطعوهم وتحطوهم. انايا فضلت انهم يكونوا مرحيين مع شويه تاع سكر وشويه تاع جيلاتين باش تجيني هذوك الطبقات بعد ما نكوبيهم يجيوني طبقات باينين. دونك كيما راكم تشوفوا درت طبقه شانتي طبقه فروي طبقه شانتي طبقه فروي، وفي الشانتي هذيك درت البنان في كل ايطاج درت حبه تاع بنان. غير الطبقه الاولى اللي درت فيها الشانتي نسيت ما حطيتش فيها الطبقه تاع الموس. نكملوا هكذا كامل حتى وين نوصلوا للطبقه الاخيره. انا هذه هي الطبقه الاخيره تاعي. زدت درت لها ثاني الغاناج او شوكولا، ودوك راني نفيني فيها باش هكذا كي نحيها تكون مفينيه. ثاني ملاحظة مهمة جدا جدا، هذو لي تارت لي يكونوا عاليين لازم تديروا لهم الأعمدة. أنا درت لهم هذو لي بايت تاع لي جو. الا كنتي راح ديريها كوموند ولا تخرجيها من الدار ماذا بيك ديري لها لي بايات راهم يكونوا سبيسيال، يكونوا شويه شادين نروحها. تقدري ديري 4 تقدري ديري 5 تقدري ديري 6 قد ما حبيتي. هاي الكميه اللي قعدت لي على كيلو ونص نديرها في اون بواط صغيره ونخليها الغدوه باش نفيني فيها بها. دونك هكذا كملت البنات انا لا تار تاعي، حطيتها في الفريجيدار نخليها في الكونجيلاتور عفوا نخليها حتى الغدوة، وتشوفوا معايا بإذن الله كيفاش درت لها لا باتا سكر وكيفاش فينيت لها الغاناج تاعها. كيفاش تخرج لكم يعني تحفة ما شاء الله، ورايحة دير لكم يعني الخدمة اللي رايحين تخدموها غدوة تكونوا تهنيتوا منها.